بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعينا مشاهدينا بكل مكان. اليوم حنواصل سلسلة السودان أصل الخلق، التاريخ، الحضارة، الثقافة. وحتكلم اليوم أنا عن إنسان سنجة. إنسان سنجة الأول هو إنسان عاش في العصر الحجري البلستوسي من قبل أكثر من 160 أو 170 ألف سنة في منطقة سنجة في وسط السودان، وتزامن مع إنسان سنجة إنسان النياندرتال وإنسان بكين. ويوجد الهيكل حاليا أو الهياكل العظمية حاليا في المتحف البريطاني في لندن، ويعتبر هيكل إنسان سنجة الأول هو من أحدث وأقدم الهياكل العظمية البشرية التي تم اكتشافها في العالم، بل كانت أقدمها تاريخ حتى عام 1983 عندما اكتشف أو اكتشف آثار آدمية قديمة لشخصين في جنوب أفريقيا عاشا قبل 180 أو 170 ألف سنة. والاكتشاف ده كان سنة 1924 أبان الحكم الثنائي للسودان. هو جاء حاكم منطقة شمال الفونج بمدينة سنجة مستر بوند بوجود غبر قديم قرب منزله على شاطئ النيل، اللي هو شاطئ النيل الأزرق طبعا. وعند فحصه عثر على بقايا إنسان متحجر أو هيكل عظمي متحجر أو جسد إنسان متحجر. بعد ما تم الاكتشاف نقل هذا الهيكل العظمي أو الإنسان المتحجر أو الهياكل العظمية إلى لندن، وهناك في مركز الدراسات والآثار والبحوث والكشف عن تاريخ السلالات في لندن. وبعد الدراسات التي دلت عليه أنه هو أقدم إنسان على وجه الأرض، ولو عرف فيما بعد في مركز الدراسات الأثرية والتاريخية وتحديث النسل في لندن هو هيكل إنسان سنجة، اللي هو زي ما أنا قلت هو أقدم هيكل بشري وجد على وجه الأرض. لما تم فحص هذه الهياكل العظمية وهذا الهيكل البشري المتجمد وجدوا انه عايش قبل 100 ل 270 ألف سنة، يعني قبل الميلاد أو 170 ألف سنة ميلادية. واللي هو يعتبر هو إنسان شبه بدائي أو من الثدييات، يعتبر من الثدييات أو السدبيينان أو السدبيات أو الثدييات أو الإنسان البدائي الأول اللي هو عصر الحجري الأول. ده بالنسبة لمجموعة من الاكتشافات الزاخرة والموجودة واللي بتثبت تاريخ بلدنا وتاريخ الحضارة السودانية النوبية الكوشية الحامية الأصيلة بالدلائل القاطعة دون العواطف دون المجاملات، بالبراهين بالأدلة بالإثباتات العلمية التي توضح كل هي التي يعني تفشل كل الادعاءات اللي غير أصلية واللي هو غير ثابتة بالعلم بأنه غير السودان هو أصل البشرية وأصل الخلق وأصل الحضارة وأصل التاريخ وأصل الثقافة. ونسأل الله التوفيق والسداد، ونحن يعني نرجو لهذا الوطن أن يكون شامخا كما وجده الله وإنسانه كذلك، لأن السودان هو زاخر وخاما في قوته المادية وقوته البشرية وسلة غذاء العالم، وهذا مثبت. وأنا نزلت في مقال قبل يومين إن بوتين لما فتح أقدم كتاب وجد إنه نبي الله عيسى عليه السلام وعلى نبي السلام إنه هو أسمر، ووجد إنه السودان سلة غذاء العالم. وأقدم كتاب موجود زبور، وزبور تعني التوراة والإنجيل والقرآن، زبر من زبر الحرف أو كتب الحرف أو جمع الكتب أو الشرائع السماوية أو الكتب الدينية أو الديانات السماوية الربانية النبوية. فأثبت إن السودان سلة غذاء العالم، وإنه مناطق في السودان وسط وشمال وغرب زي الجنينة هي مدينة المال والأعمال المستقبلية لموقعها الاستراتيجي بين الدول الأفريقية والدول الأفريقية الآسيوية
عبر البحر الأحمر أو الأبيض أو عبر المداخل والموانئ الجافة لتربط جميع دول العالم. والتوفيق من الله والشكر لله إن ربنا الناس يعني بدأ يصحي فيها الوعي العلمي والوعي الآدمي والأخلاقي بأنه نحن أصل البشرية، وبالتالي أصل الخلق، وبالتالي أصل الطب، أصل العلم، أصل الهندسة، أصل التجارة. وإذا أنا أخذت من ناحية بتاعت إنه المصاحف الإعلامية التي أنا يعني أقصدها في إنه الشواهد التاريخية للإعلام كمنظومة ثابتة حتى للأديان السماوية، الإعلام الإسلامي هو إعلام الله بالله بالوحي جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، واهتدوا كل من اهتدى بهذا الدين الذي فيه وهديناه النهجين إما كافرا وإما شكورا. ونزل الله نجعل أمة محمد خير أمة كما هو موضح في القرآن، ونحن أمة وسطة بالدين بالعلم بالدين، نحن خير أمة أخرجت للناس. دلائل كثيرة، العلم موجود، تنبيه المراكز بالنسبة لقافلين وجاهلي العلم موجود، ينار الله قلوبنا ويفتح بصيرتنا ويحل كل عقدنا حتى نكون مقياس ونور وصراط لهذا العالم. لأن السودان سلطة غذاء العالم، السودان أصل البشرية، الخرطة الجينية السودانية، الشجرة الجينية السودانية هي الأصل. فبالتالي إن شاء الله نحن الغادة ونحن العلم ونحن الدين ونحن التقوى ونحن التاريخ بالإثباتات العلمية البسيطة التي لا فيها مجال للشك. ما في عواطف هنا، ما في مجاملات، ده علم، تاريخ، آثار، حضارة، دين. ده ديدننا ودي حياتنا وده علمنا ودي فلسفتنا ودي ثقافتنا، بإنه نحن يعني نضحي كل الادعاءات اللي هي لا أساس لها من الصحة. كل العالم تحدث، كل العلماء، كل المنصات بتوع الميديا، كل الوسائل الإعلامية بكل الصور والأساليب والملامح أثبتت إن السودان أصل البشرية، أصل الخلق، أصل العلم، أصل الدين، أصل الثقافة، أصل التراث، أصل التاريخ، أصل الحياة نفسها اللي هي شاملة كل شيء. نسأل الله التوفيق والسداد، ونستغل ونستفيد من كل الحقائق العلمية ربنا سبحانه وتعالى أوجدها لنا، بأنه نمشي لقدام، وإنه هذا الوطن اللي هو علم وتاريخ وحياة ودين ونبوة، إنه يمشي لقدام وكل يستفيد. والرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من نفع واستنفع بهذه الهبات الربانية الجميلة ربنا وجدنا لنا، واللي ضحضت كل الافتراءات وكل الأكاذيب كل الأقوال الصادقة. الله يبارك فيكم ويسلمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.